السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة جوجو تاروت، وهنقول النهاردة طاقة برج الدلو بتاريخ 7 نوفمبر. يلا بينا كده يا برج الدلو ونشوف الطاقة الأسبوعية بتاعتك. يا رب كل خير وخيرات ليكوا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب تكون طاقة ظريفة وحلوة على برج الدلو، لأن الدلو بقاله فترة بيعاني صراحة. فيا رب كل الخير ليكوا. بسم الله، نستبشر بالخير كده ونقول يا رب. بسم الله. شايفة برج الدلو، أول طاقة كده نازلة معايا أو الكارت كده بيقول لي عايز استقرار مادي يا دلو. دلو بيفكر في الفلوس الفترة دي جدا. شايفاك عايز تطلع من حاجة، في حاجة هنا مضايقاك جدا، عايز تخلص من أمور معصباك. تفكيرك في ذاتك كتير الفترة دي، عايز استقلال، عايز تطلع من حاجات محاصراك بقالك فترة. طاقتك موجودة معانا. الدلو عايز يطلع من حصار نفسي. انت عايز، في حاجات كتير ضغطاك الفترة دي يا دلو. انت حاسس ان مودك متقلب وامورك مش تمام، حاسس ان نفسيتك بتيجي عليك وقت كتير بتفكر انت تبعد عن كل الناس، وبعد كده تحس ان انت اتسرعت. امورك مش متزنة الفترة دي يا دلو. التور هنا بيقول لي انت تعرضت الفترة اللي فاتت ممكن لخذلان قوي قوي، او حسيت ان في ناس بانت على حقيقتها، او كمان الدلو قدامي بيقول لي في ناس انا ما كنتش متخيل منها اللي بيحصل ده صراحة. شايفاك باصص كده على ناس معينة او نظرك على ناس معينة وزي اللي مصدوم فيهم يا دلو. طيب تعالى نشوف هنا الطاقة تاني كده وتكملتها معاك. بسم الله. في طاقة هنا كشف اسرار مع برج الدلو. هل ده او اللي انت حاسه ده يا دلو، او الطاقة دي ان انت اكتشفت اسرار عن ناس محيطة بيك؟ مش عارفة، بس تعالى نكمل. شايفة كمان الدلو قدامي واخد قرارات كلها لنفسك يا دلو. انت بطلت محاولات للآخرين. انت لحد دلوقتي كده طاقتك انت اللي باينة معايا، مش ظاهر لي حد معاك ليه. شايفة كمان ان انت شايف ان الحب بالنسبة لك بقى شيء بيعصب. ممكن تكون ناوي على بداية جديدة بس حاسس ان هي بطيئة في ان هي تتحقق معاك. شايفاك مقرر ان انت تكون شخصية منعزلة جدا الفترة اللي جاية. هتتسمى اناني مش مشكلة، انت بتقولي كده. لو سموني اناني مش مشكلة، بس انا اوصل للي انا عايزه. انا حاسس ان انا طالع من فترة استهلكت للكل. طب تاني نكمل. بالفعل الطاقة اللي انا شايفاها انت فيها الفترة اللي فاتت، ممكن انت دلو خضت مشاكل، طلعت من كذا مشكلة. يعني انت تخش في حاجة تطلع من حاجة، تطلع من حاجة تخش في حاجة. فأنا شايفة إن التور ده كمان مع كارت هنا، يعني أنت طالع من وقت مش سهل بجد. بتطالب بعدالة في أمر، أو عايز عدالة في أمر. حاسس إن أنت اتظلمت، حاسس إن أنت في ناس جات عليك. فأنا شايفاك هنا بتطالب إن أنت لازم تثبت للناس دي إن في حاجة اسمها عدل. يا إما أنت لاجئ لأمر حكومي، يا إما أنت هتوصل لده بنفسك. في قوة داخلة كده في طاقتك النهاردة يا دلو، بسبب للعلم الدلو لما بيتخزل موضوع بيجي معاه عكس. لو اي حد بيتعامل مع برج الدلو وفاكر ان هو لما هيحطه تحت الميكروسكوب ويحاول عليه يسلط عليه الطاقة السلبية ان الدلو هينكسر، لا لا، يبقى انت فاهم غلط. الدلو من الابراج العنادية والمسيطرة، واللي في نفس الوقت محدش يقدر يغلب ذكائها. الدلو شخصية هادية وناعمة ورقيقة، وفي نفس الوقت الشيء وعكسه. فما تستناش من برج الدلو ان انت لما تفكر تكسره ان هو هيستسلم ويقول لك اه خلاص كده انا انكسرت. لا، قمته باللي انت عملته كله. يعني القومة بتاع الدلو بكل اللي انت بتفكر ان انت تنفذه له. طيب ايه تاني هنا؟ شايفة في حد بيبعت لك طاقة انه زعلان عليك يا دلو. في حد فعلا حسسك او اداك احساس ان انت ولا حاجة الفترة اللي فاتت. ممكن يكون حسسك ان انت ملكش كيان عنده، وكان بيعاملك باسلوب انت حسيت منه ان انت قليل قوي عنده. الشخص ده حاليا خذلانه، او الخذلان اللي شافه في الامور اللي حصلت له،
حسسته بالفعل ان هو قد ايه خسرك، لان الدلو بطبيعته شخصيه جدعه، شخصيه خدومه، شخصيه من الاخر كده تقدر ان انت تتكئ عليها وتبقى واثق من وجودها معاك. طيب ايه تاني هنا؟ مش عارفه ليه شايفه الدلو بيقول لا مش عايز ارجع. ده يعني حسسني كتير ان انا ماليش اي اهميه. نظرتك له فيها خذلان جامده قوي يا دلو. شايفه كمان الدلو بيقول لي انا لو ما شفتش نفس اللي بديه انا مش هكون موجود. شايفاك هنا كمان حاسس ان انت في دايره ما بتخلصش، او الامور بتتعاد معاك يا دلو. حاسس ان في حاجات بتتعاد او بتاخد دايرتها معاك مره واتنين وتلاته. بتحاول تخرج من كل ده، انت قدامي بتحاول تطلع من ده. زهقت من كتر ما انت كل شويه بتخش في حاجه تلاقي حاجه تظهر لك غيرها. بقى انت بقالك فتره على الوضع ده، وضعك المادي مش متزن، انت ممكن صحيا كمان متعرض لتعب قوي جدا بيروح وبيجي معاك، وممكن تكون انت في مرحله تشافي او بالفعل انت تشافيت. هنكمل. حاسه ان طاقتك النهارده ده لو بتقول لي حاجات كتير. واخد قرار بالبعد، انت واخد قرار هنا بالبعد، بس عندك حنين. يعني انت ممكن تكون عايز تبعد وتقسى على الشخص ده علشان تخليه يغير او تخليه يكسر الغرور اللي عنده. ممكن انت اكتشفت انه خاين او عنده تعداد علاقات، ممكن مش قادر تغير فيه ده. وممكن يا دلو بيحسسك في الوقت كتير ان انت حاجات كتير مش كامله فيك، برغم ان انا شايفه ان الدلو، برج الدلو بالذات، يعني لما بيكون في علاقه بيدي جدا، ما بيبقاش مقصر، بس ممكن يكون هو دايما بيسمع كلام انت وانت وانت وانت، ويبقى دايما هو سبب كل المشاكل. انت ممكن تكون مع شخص اناني شويه ده. طيب ايه تاني؟ شايفه الدلو هنا في حاجه هتبتدي معاه بعد غموض. يعني انت ده هتطلع من طاقه الغموض او طاقه الحزن او طاقه الاكتئاب اللي انت كنت فيها بتوضيح لامور. ممكن العلاقه اللي انت فيها دي يا دلو هترجع بطاقه جديده، او الشخص ده يرجع يكون معاك مره تانية، او ممكن يكون الدلو مقرر ان هو يغير طريقته خالص مع الشخص ده، بحيث انه يغير هو كمان اسلوبه معاك. في طاقه قوه غريبه معاك يا دلو. لكن في هنا للبعض من برج الدلو في تصعيد علاقات بجواز او بخطوبه او صلح بين اتنين متجوزين، وخروج لطرف تالت، انهاء لطرف تالت، خلاصه لطاقه الطرف التالت. شايفه ان في ناس هنا بتحاول تخرب حياتك، الناس المتجوزه. عايزه اقول لك على حاجه يا دلو، الناس هنا المتجوزه في ناس بتفتعل لك امور شيطانيه، في ناس هنا عايز تخرب حياتك، في ناس هنا بتحاول ان هي تشعل النار في بيتك، او بتحاول ان هي تخرب بيتك، او بتحاول ان هي تدور لك على امور تفسد حياتك اللي انت عايشها، مستكترين حياتك عليك. فانا شايفه الكارتين دول كده مع بعض بيقولوا لي ان الناس المتجوزه من برج الدلو بتعاني من امور زي دي. انت كاشف وفاهم الامور دي، فانا بقول لك يا دلو عندك شفاء من الامور دي، وبيتك هيرجع تاني فيه استقرار وسعاده. الناس اللي كانت علاقتها شويه فيها تدهور الفتره اللي فاتت، انا شايفه الدلو هيتحسن اموره ويطلع من الامور دي. هل عندك نصر على اللي سوالك الشيء ده؟ جدا. الدلو اصلا هيخرج من كل الطاقات دي بتوفيق الله عز وجل له. طيب ايه تاني هنا؟ شايفه وضعك المالي الفتره اللي جايه هتحقق حاجه، او عندك سفر هيكون حصيلته حلوه جدا، في مبالغ ماديه داخله بيتك يا دلو. وشايفه كمان عندك تحقيق لامر انت بتتمناه. في كتير من برج الدلو هنا عندهم حاجه تخص بيت، حاجه تخص سياره، حاجه تخص تحقيق لامر هم بيشتهوه بقالهم فتره. الدلو قدامي عنده احلام كتير كان بيسعى لها ويمكن ما اتحققتش، ويمكن ده دايما يعني بيتحاول وما بيكملش، فانت بتحس بالطور. فانا بقول لك يا دلو تحقيقك، عندك تحقيق لحاجات حاولت فيها الفتره اللي فاتت وما اتحققتش، بالفعل هنا هتتحقق. بس حاول تطلع من الطاقه السلبيه اللي انت فيها، وصدقني هتنول اللي انت عايزه قريبا جدا جدا جدا. الامر اللي انت عايزه هيحصل. طيب ايه تاني يا جوجو معاك في الطاقه؟ عايزه اقول لك ان الطاقات اللي متوفره معاك هنا يا برج الدلو، او الابراج المتاحه معاك هنا،
معايا ابراج مائية، ومعايا ابراج نارية، ترابية، والهوائي برضك موجود. تقريبا الطاقات كلها متوفرة معاك يا دلو. طيب تعالى بقى نشوف هنا الرسالة، او نشوف الرسائل من الشخص ده ليك ايه. كنا هنسحب رسائل بس انا تذكرت ان احنا ما فتحناش الرسائل من الشخص ده ليك. طيب تعالى بقى نشوف الشخص ده وجهة نظره ايه اللي معانا في الطاقة، وحساك مش متقبله يا دلو ومش عارفة ليه بأمانة. بس انا بقول لك في عودة لعلاقات هنا، الناس اللي متجوزة في خروج طرف ثالث وتصحيح للعلاقة، وشايفة ان الشخص المتباعد هيرجع لك بطاقة ندم. طب تعال نشوف هو وجهة نظره ايه، يلا بينا نشوف. بقول لك كدبت عليك واتخذت الطريق الاسهل. الشخص ده ما كانش بيواجه او مش بيقول الحقيقة، وانت تقريبا ده اللي انت اكتشفته عنه. لقد دفعتك بعيدا لاني كنت خايف من العلاقة، شعرت بالخوف منك انك هترفضني، احبك انت خلقت لتكملني. الشخص ده بيقول لك حاسس ان فيك مميزات كتير يا دلو ما شافهاش في حد تاني. اريد ان تثبت اني فعلا، بقول لك انا عايزه اثبت لك ان انا فعلا اتغيرت. هو يمكن بيحاول يعدل في نفسه. حتى بعد كل هذا الوقت انت لا تزال الشخص الذي اريده، حتى لو هو قال لك ايه بالذي الشخص ده شايف فيك مميزات مش لاقيها في حد. بيقول لك انا وانت التفكير بيجيلنا بالليل بقوه. يعني ممكن شايفه انتوا الاتنين بتراقبوا بعض على السوشيال ميديا، او بترجعوا شات ما بينكوا، او بترجعوا الذكريات اللي كانت ما بينكوا زمان. ففي حاجه كده. انا فقط اريد ان ابتعد قليلا لارى الصوره كامله. بيقول لك ممكن انا باعد علشان انت تهدى وانا اهدى، بس هنرجع لبعض تاني. على فكره علاقتك يا دالو فيها تدخلات من اطراف اخرى، وهو ده سبب التشتت اللي موجود في علاقتك. يبدو ان هذا الارتباط ضغطني. انتوا واجهتوا امور مش سهله خالص الفتره اللي فاتت. انت جنتي، حتى لو هو بيتعصب عليك بس هو على فكره بيحبك. اشعر انني حياتي فارغه بدونك. حتى لو الشخص ده بيظهر لك ان انت ملكش الاهميه الكافيه في العلاقه، بس الشخص ده عدم وجودك بيحسسه بفراغ جامد جدا وبيفتقدك جدا يا دلو. يعني الشخص ده مش حقيقي على فكره في تفاصيله. طيب تعالى بقى هنا نشوف طاقه العين الثالثه عايزه تضيف لنا ايه، او الاشارات اللي هتجيلنا من القراءه. يلا بينا كده نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ترى ايه؟ يا رب كل الخير ليكوا يا برج الدلو. ابتعد قليلا وسترى الامور واضحه. وهو تقريبا بنفس الكارت، انتوا تقريبا انتوا الاتنين نفس التفكير. الاشاره اللي جايه لك بتقول لك ابعد شويه دلو، هتشوف كل حاجه واضحه قدامك. وكمان هنا ايه تاني اشاره؟ بيقول لك لقد تشعر بطاقة تقيلة وقلق ناتج عن المخاوف. يعني بيقول لك انت ممكن تكون بتعاني كتير الفترة دي من طاقات سلبية، او عدم تفاهم للامور، او انت بتعاني ان الامور مش جايه لك دايركت. بتعاني كتير ان طاقات سلبية حواليك تقيلة، او حواليك طاقة سامة. حاول تطلع من ده يا دلو، جدد طاقتك، اخرج، غير اي حاجة انت بتتبعها وانت كتير ملتزم بيها. غير، حاول تغير اللي انت يعني غير مجالك، غير طريقة يومك، غير شكلك، اعمل اي حاجة جديدة، غير النظام اللي انت ماشي عليه يا برج الدلو. طيب تعال نسحب تاني رسالة ليك ايه. ادعي كتير يا دلو، ادعي كتير الفترة الجاية. بما ان انا بقول لك الدعاء، بيقول لك مرشدك الروحي او ملائكتك بتقول لك دور كتير على اللي انت عايزه وادعي هيتحقق بالفعل. وانا بقول لك انت عندك هنا امور هتتحقق يا دلو قريبا جدا، وممكن تكون امور تخص عملك، او تخص بيت، او تخص سيارة، او شيء هتمتلكه. انت بتدعي بحاجة زي كده يا دلو، وبامر رب العالمين هيحصل. طيب الرسالة اللي بتخص المال او تخص الطاقة العملية ليك ايه؟ تعال نشوف كده الرسالة الموجهة ليك ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. شوفوا البشارة جايلك بتقول لك عملك يؤتي ثماره. يعني معنى ذلك السعي اللي انت بتسعى فيه يا دلو الفترة دي مش هيروح هباء. ايا كان انت واخد مسارك في ايه، عندك تحقيق وثمار شيء انت بتسعى فيه قادم ليك يا دلو، ابشر. طيب تعالى هنا حط طاقتك على حاجة او فكر في حاجة، وتعالى ناخد عليها كارت
توقيت من باب البشارات. يلا بينا كده يا دلو، فكر في حاجة ويلا نسحب كارت توقيت من باب البشارات ليك. بسم الله. بيقول لك الشيء اللي انت بتفكر فيه وبتسعى له هيتحقق هذا الاسبوع. ابشر يا دلو. تعالى هنا نشوف كروت الملايكة عايزة تضيف لنا ايه لقراءتك النهاردة او بخصوص علاقتك العاطفية. رأي الملايكة ايه في قصتك؟ يلا بينا يا دلو. بسم الله. بقول لك معالجة مشاكلك الأسرية، حياتك العاطفية ستجني ثمارها. ما شاء الله يا دلو، انت عندك الكروت كلها بتقول لك عندك، يعني انت عندك استقرار عاطفي وعندك تعب هيجي لك من وراه هدوء واستقرار الفترة القادمة. أبشر يا برج الدلو، طاقتك العاطفية وطاقتك المادية فيهم تعديل الفترة القادمة، وأبشر بده. كنتم في قناة جوجو تاروت، نورتوني.